بثلاثية جديدة الأهلي يفوز النهاردة على النادي الإسماعيلي بنتيجة 3-1 علشان تضاف ثلاثية جديدة لسجلات كولر، ويكون الفوز رقم 2 في بطولة الدوري العام، وكمان الفوز في المباراة الخامسة على التوالي وبسكور 17 هدف. لكن في البداية كده صلي وسلم على اللي هيشفع فيا وفيك، ولو انت مش مشترك في القناة بتاعتنا يا ريت تنزل وتدوس زرار السبسكرايب موجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وتخبطنا واحدة لايك كده عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. قبل ما اتكلم في أي فنيات خلال الماتش أنا حابب أقول للاعبنا امام عاشور اللي تعرض لكدمه بسيطه بس في الكاحل، عملت شويه ورم وتوجه على طول للمستشفى اثناء المباراه وما كملش الماتش معانا، واللي نزل بديل ليه هو طاهر محمد طاهر. فسلامات في العموم للاعبنا اللي الاصابه ان شاء الله خفيفه، لكن للاسف امام عاشور مش هيلحق معسكر المنتخب اللي مسافر الامارات بكره الساعه 10 صباحا علشان الماتشين بتوع زامبيا وبتوع الجزائر. لكن بالنسبه للاصابه بتاعت امام عاشور، هي الاصابه اتشخصت لحد دلوقتي تشخيص مبدئي كاشاعه سريعه كده زي ما قال خالد بيبو في اللقاء التلفزيوني من شويه على قناه اون سبورت، وان لسه في اشعه جديده هتتعمل للاعب فور عوده الفريق طبعا للقاهره. لكن في العموم ان شاء الله بسيطه على لاعبنا امام عاشور، والف سلامه عليك. وطبعا يا روي فيتوريا مالكش في الطيب نصيب. تحيه اجلال وتقدير للاعبنا حسين الشحات اللي تلاعب بالدفاعات بتاعه النادي الاسماعيلي وقدر ان هو يخطف الهدف الاول. اي نعم مش هو اللي سجله، لكن هو كان له المجهود الابرز والاكبر فيه. بكعب محني اتلعب من امام عاشور لحسين الشحات اللي حب ان هو يركنها زي كل ماتش ما يحب يعمل كده، لكن الكره للاسف بتخبط في العارضه زي الماتش بتاع سان جورج برضو، واللي يكمل عليها هو بيرسي تاو علشان يعلن احراز النادي الاهلي للهدف الاول في المباراه. كذلك الامر برضو باحسن اسيست اتعمل لحد دلوقتي في الدوري المصري من اللاعب الصاعد احمد نبيل كوكا، اللي مارسيل كولر اعتمد عليه بشكل كبير جدا الماتش دوت، وده جزء من السياسه بتاعه الروتيشن اللي بيعملها مارسيل كولر. واللي انا شايف برضو ان الروتيشن اللي هو عمله ده ما تاثرش بيه اي حاجه في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي لسه مستمر على ادائه زي ما هو. احمد نبيل كوكا رمى الاسيست من نص الملعب من ما بين المدافعين، لقينا حسين الشحات طاير بيها من ورا المدافعين، لدرجه ان المدافعين بتوع الاسماعيلي اتفاجئوا من تقدم حسين الشحات اللي احرز الهدف الثاني علشان يطمن جمهور الاهلي ويهدي الماتش لصالح الاهلي. لكن في العموم سياسه الروتيشن اللي عملها مارسيل كولر ناجحه بشكل كبير جدا، ومخليه تركيز كبير جدا ومخزون بدني واسع جدا للعيبه اللي بتلعب في الملعب. واللي انا استغربته برده هو نزول طاهر محمد طاهر مكان امام عاشور المصاب اللي نزل في مركز 10. تخيل انت طاهر محمد طاهر بينزل وبيلعب صانع العاب تحت المهاجم. انا اول ما شفت طاهر محمد طاهر بصراحه نفسي تسدد، لكن انا بصراحه بديله النهارده تقييم 5 من 10 لان هو كان تحركاته كويسه جدا، خصوصا في الهدف الثالث اللي هو بظهره كده شاف بيرسي تاو جاي من الناحيه الثانيه ولعبها له عرضيه ارضيه راحت الناحيه الثانيه على طول ووصل لها بيرسي تاو علشان يحطها في المرمى ويعلن تقدم النادي الاهلي ب3 اهداف على الاسماعيلي اللي كان بيتقدم بشكل كبير على النادي الاهلي وما كانش بيتراجع تماما في نص ملعبه زي ما انا كنت متوقع. لكن اللي انا كنت مستغربه النهارده هو تراجع النادي الاهلي لنص ملعبه، وخصوصا في اخر 30 متر. مش من طبيعه الاهلي خالص ان هو بيتراجع لنص ملعبه، احنا من طبيعه الاهلي ان احنا عارفين ان هو بيقوس المنطقه بتاعه الجزاء بتاعه المنافس علشان يفضل ينقل الكوره من يمين وشمال ويلاقي اقرب فرصه يحط منها الكوره ما بين المدافعين او برفعه عرضيه تروح للناحيه الثانيه علشان يقدر النادي الاهلي يخطف اي هدف من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه دي. لكن النهارده انا لقيت الاهلي متراجع لنص ملعبه. الله اعلم دي سياسه جديده من كولر اللي مش عايز يجهد اللعيبه خصوصا قبل التوقف الدولي اللي اللعيبه داخله عليه، لان طبعا احنا عندنا 12 لاعب رايحين المنتخبات بتاعتهم ما بين منتخب اولمبي او منتخب مصري او كمان اللعيبه الاجانب اللي رايحه المنتخبات الوطنيه بتاعتها. وده اعتقد اللي خلى لعيبه الاهلي النهارده ترجع لنص ملعبها وحرفيا كانوا بيلعبوا على الواقف. هو ده تحليلي بصراحه لتراجع لاعبي الاهلي لنص ملعبهم النهارده. لكن خلينا نتكلم في تفاصيل الماتش النهارده. الشناوي كان حكايه لوحده، قدر ان هو يصد كميه انفرادات من لاعبي الاسماعيلي اللي كانوا متقدمين بشكل كبير جدا في نص ملعب الاهلي، واللي بصراحه انا مديله النهارده تقييم 10 من 10 علشان تصدياته اللي كانت موجوده النهارده برغم الهدف اللي دخل فيه، لكن هو مش مسؤول عنه تماما. المسؤوليه كانت كلها على الدفاع بتاع الاهلي اللي كان سرحان، خصوصا كان ياسر ابراهيم والتقدم بتاع محمد عبد المنعم اللي سمح للنادي الاسماعيلي انه يحرز الهدف الاول. اول ما شفت كده رضا سليم واقف على الخط عرفت ان هو يا هيجيب هدف يا هيعمل اسيست، والولد ما كدبش خبر بصراحه لانه رمى كوره ولا اروع ما بين 2 مدافعين من النادي الاسماعيلي لطاهر محمد طاهر اللي لعبها عرضيه الناحيه الثانيه على الارض لبيرسي تاو اللي كان جاي بالوش عشان يحرز الهدف الثالث. اي نعم هو ما لعبش كتير النهارده رضا سليم، لكن هو فعلا كان مؤثر بلمسات ساحره طبعا في الملعب. وبيرسي تاو اللي انا النهارده عايز اقول فيه 100 بيت شعر. اللاعب النهارده بتحركاته الممتازه وتمركزاته الصح كلها بتثبت ان هو تطور بشكل كبير جدا على ايد مارسيل كولر، بعكس ما كان على ايد موسيماني اللي كان لاعب بيظهر ماتش واحد وبيتصاب الباقي. بيرسي تاو بيفتتح الموسم بتاعه بعلامه 100% لكل التحركات وكل التسديدات اللي بيعملها، تقريبا كلها اهداف، مؤثر بشكل كبير على المرمى خصوصا الثنائيه
الثنائيه بتاعته مع محمد هاني لسه ما انتهتش زي ما احنا قلنا قبل كده، مستغل كل الفرص اللي بيتعرض لها، مش بيسيب اي حاجه، لعبه بسيط، لعبه سريع، مش بيغامر بشكل كبير بجسمه لانه عارف ان هو مش هينجح في اي التحام مع مدافع قوي، علشان كده هو بيلعب الكره السهله. حرفيا بيرسي تاو ما كانش قدم ولا حتى نص مستواه مع موسيماني. حاجه صغيره كده انا لاحظتها النهارده، برغم تراجع الاهلي لنص ملعبه الا ان الحته اللي كانت قدام ال 18 كانت مكشوفه بشكل كبير جدا للنادي الاسماعيلي، اللي قدر ان هو يعمل اكتر من تسديده من المنطقه دي بالذات. خصوصا كان في لعبه اللاعب تقريبا اسمه عبد الرحمن مجدي، لعبه بدون اي ضغط من اي مدافع، وقدر ان هو يركنها في البعيده، والحمد لله ان هي راحت فوق العارضه. لكن فعلا اللي انا مستغربه برغم التراجع ده ما كانش فيه التزام دفاعي بشكل كبير من لاعبي الاهلي، وحرفيا كانت الحته ديت ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا لو المنافس كان اقوى من كده شويه. بالنسبه طبعا للاعب انتوني موديست، انا بس حابب اتكلم في كلمتين كده صغيرين عن اللاعب، وانا والله مش بهاجم اللاعب نهائيا، انا بس حابب ان انا اقول ان احنا استنينا المهاجم بتاع الاهلي ده لفتره طويله جدا، ممكن تكون وصلت لسنين عشان نجيب مهاجم للنادي الاهلي. لكن لما يبقى ليا طموحات معينه في المهاجم بتاع الاهلي واتفاجئ ان مهاجم الاهلي الحالي مش قادر ان هو يتحرك جوه البوكس بتاع ال 18 ولا قادر ان هو يستلم ولا يسلم لاي لاعب موجود في الملعب، اللهم بس الا الكره اللي احرزها هدف في الماتش بتاع انبي، واللي كانت على فكره واصله له مقشره، واللي انا اديته برده تقييم 10 من 10، وزي ما انا قلت بالعافيه وقتها كمدح في اللاعب مش اكتر، وكان برده الموضوع على سبيل الهزار. مشكلتي مع اللاعب زي ما انا قلت قبل كده ان هو ما بيتحركش بشكل كبير جدا، بطيء، تقيل، مش مفيد جدا في المركز الهجومي، غير الطموحات اللي احنا كنا متوقعينها تماما لاي مهاجم يجي للنادي الاهلي او بنادي بحجم النادي الاهلي. انا عارف ان اللاعب ما كانش بيتدرب في الصيف، وعارف ان اللاعب انتقال حر من نادي بروسيا دورتموند الالماني، لكن انا ماليش دعوه بكل الكلام دوت. فين البرنامج البدني المفروض ان هو يتعدل للاعب علشان يقوم جسمه من جديد ويخلي اللاعب مميز جدا في ال 18، او ان هو يقدر يستلم ويسلم من اي لاعب في النادي الاهلي؟ لكن حرفيا المركز ده كانه مش موجود. لكن بصراحه يا جماعه انا مش قادر اتقبل فكره ان المهاجم بتاع النادي الاهلي اللي كلنا كنا بنطمح ليه مش قادر يجري. في لحظه من انكار الذات للمصاب امام عاشور اللي النهارده وقف بيصور زمايله بعد الهدف الاولاني اللي احرزه بيرسي تاو، خصوصا ان هو كان سبب اساسي في الهدف ده، لان هو رمى الكعب المحني لحسين الشحات اللي رماها في البعيده، وللاسف برده جت في العارضه زي ما احنا قلنا قبل كده. لكن في لحظه من انكار الذات وقف يصور زمايله اليو ديانج وحسين الشحات وكمان بيرسي تاو اللي احرز الهدف، وان في حاله تفاهم وحاله اندماج ما بين اللعيبه، وده اللي فعلا الاهلي محتاجه الفتره دي او الفتره اللي جايه، لان حرفيا الموسم متروس ماتشات وبطولات. النهارده فعلا كان ميلاد نجم جديد وهو احمد نبيل كوكا اللي رمى احسن اسيست لحد دلوقتي في الدوري المصري لحسين الشحات علشان يحرز الهدف الثاني. احمد نبيل كوكا اثبت النهارده ان فعلا مارسيل كولر قادر ان هو يطور اي لاعب بيقع تحت ايده. في النهايه انسجام جميل ما بين علي معلول وامام عاشور وحسين الشحات، زي ما الانسجام برده مستمر ما بين هاني وبيرسي تاو. ماتش جميل جدا للنادي الاهلي، وطبعا ترسيخا للعقده اللي ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي. الاسماعيلي تقريبا ما فس على الاهلي من 13 سنه فاتوا. يلا بينا نخطف نفسنا بقى كده ونروح على تقييمات اللعيبه في الماتش بتاع النهارده. الشناوي طبعا انا اديله 10 من 10 لان هو اتصدى لكل الكور اللي راحت عليه من النادي الاسماعيلي، واللي كانت كور مؤثره بشكل كبير، منها انفرادات وش لوش قدام الشناوي. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الشناوي لا يسأل عن الهدف اللي دخل فيه، ان المسؤوليه كامله كانت على المدافعين اللي انا بديهم النهارده تقييم 4 من 10 لعدم التمركز الصحيح وتسببهم بشكل كبير جدا في الهدف الاول اللي دخل في النادي الاهلي. اما بالنسبه لمحمد هاني فنديله النهارده تقييم 7 من 10 لان هو ما ظهرش بشكل كبير جدا النهارده الا في الثنائيات اللي اتعملت مع بيرسي تاو واللي نجح فيها محمد هاني بنسبه 100%. بالنسبه لعلي معلول انا اديله النهارده تقييم 6 من 10 بسبب التاثر الدفاعي بالنسبه له، لان هو كان في كوره برده كده بدل ما يلعبها لمحمد الشناوي بشكل سريع هو بصاها بصه ارضيه خفيفه جدا راحت للاعب بتاع الاسماعيلي، وكان هيحط منها الهدف الاول للاسماعيلي لولا تواجد محمد الشناوي اللي قدر ان هو يصد الانفراد ده بشكل بسيط. احمد نبيل كوكا واليو ديانج الاثنين ياخدوا تقييم 7 من 10، وبصراحه الاثنين يستاهلوها على ادائهم النهارده اللي كان فيه تسليم وتسلم بشكل كبير وعالي. بالنسبه لامام عاشور انا هديله النهارده تقييم 6 من 10 بسبب الجزء بتاع الوقت اللي هو لعبه. هو جزء صغير في الماتش لكن كان مؤثر فيه بشكل كبير جدا، خصوصا في الكعب المحني اللي هو لعبه لحسين الشحات اللي تسبب في احراز الهدف الاول عن طريق بيرسي تاو. اما بالنسبه للشحات وبيرسي تاو فهم هياخدوا تقييم 8.5 من 10 على ادائهم النهارده وكمان الاهداف اللي هم احرزوها، لكن بالنسبه لموديست فانا ما اقدرش اديله اكتر من 2 من 10. بالنسبه بقى لطاهر محمد طاهر فهو هياخد تقييم 5 من 10 بسبب المركز اللي هو نزل فيه النهارده. هو مش مركزه لكن هو برده افلح فيه شويه، ودي كانت طريقه جديده بيجربها مارسيل كولر وهو حب يجرب فيها طاهر محمد طاهر في مركز 10. بالنسبه بقى للاعب رضا سليم فتقييمه برده 5 من 10 لان الوقت اللي نزل فيه هو كان مؤثر فيه بشكل كبير جدا. اما باقي البودلة اللي نزلوا ما لهمش تقييم لان هم ما كانوش مؤثرين بشكل كبير خلال مجريات الماتش. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم. لو عجبتك الحلقه
تدوس لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.